القرارات مالك دخل فيها، ولا تنسى حدودك داخل الملعب قوية، صح؟ تخيلوا ان هذه الجملتين ممكن تكون اهم ما جاء في بيان رابطة الدوري السعودي اللي نشرته شبكة BBC على لسان متحدث باسم الرابطة، اللي تكلم عن المشاكل اللي صايرة بالدوري. اهمها ان قرارات المسابقة ما تخضع لإدارة لاعب، وان التعاقدات والإنفاق بيد الأندية نفسها ضمن إطار مالي يهدف لضمان الاستدامة والعدالة بين الفرق. هنا كثير شافوا ان الكلام هذا رد حازم على رونالدو وعلى التمرد اللي جالس يقوده على الدوري وعلى غيابه عن المباريات رغم حضوره للتدريبات، لأنه شايف ان في امور كثيرة تدور من تحت لتحت، اهمها تفضيل فريق على فريق. والبيان هو انسب رد لكل الاقاويل هذه. صحيح ان المتحدث ثمن دور رونالدو في نمو الدوري ولعبه دور مهم جدا في نشر سمعة ايجابية عنه، بس اللي حذروه منه انه ما في حد يقدر يتخذ اي قرارات خارج ناديه حتى لو كان رونالدو. طيب السؤال، هل رونالدو بيقبل ولا التمرد راح يزيد؟ كثير شافوا ان هذه الايام ممكن تكون اخر ايام الدوم في المملكة، بالذات ان اللاعب عنده خيار فسخ العقد، وان الامريكان راح يحبوا فكرة ان رونالدو يجيهم ويلعب في دوري واحد هو وميسي، او يمكن حتى فريق واحد، وحابين فكرة ان رونالدو يجيب 1000 جول عندهم. برأيكم هل فعلا هذه اخر ايام الدوم في روشن؟ ومن بيتراجع اول، رونالدو اللي ما يقبل الوصاية ولا الدوري اللي ناوي يثبت هيبته؟